والعلم أيضا عند الله، إن كلمة دمشق تنقسم إلى قسمين: دم وشق، نسبة إلى الدم الذي سال فشق الجبل. مروى عبد الكريم وبصحبتها مصور سوري تسلقا الجبل ليعد لكم التقرير التالي. كان الطريق طويلا، تسلقنا 1000 متر حتى نصل إلى ما يسمى مغارة الدم، مسرح أول جريمة يشهدها التاريخ. سميت مغارة الدم طبعا نسبة للقتل اللي حصل فيها، وأنه أول جريمة تحصل على وجه الأرض. يقال بالمكان قابيل قتل أخوه هابيل عليه السلام بهالمكان. طبعا قابيل وأخوه هابيل عليه السلام أخوة. قابيل نزل مع أخت، يعني ولد هو وأخته، وهابيل عليه السلام ولد أيضا هو وأخته. الشريعة السماوية القديمة تقتضي أنه قابيل يتزوج أخت هابيل وهابيل يتزوج أخت قابيل. قابيل ما رضي بهالشيء اللي ارتضاه سيدنا آدم عليه السلام واللي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له. فعل أنه أراد أنه يقتل أخوه، قتل بهالمكان هون. يقال لما قتلوا سيدنا هابيل عليه السلام من الجبل، من هول الجريمة تعجب الجبل، يعني كيف تقتل أخوك؟ شهق الجبل. يعني يقال الجبل يوم القيامة يقول أنه قابيل قتل هابيل عليه السلام بهالمكان، لحتى يقال قول أن الجبل إلى حتى الآن يصرخ من الهول أنه كيف قابيل قتل أخوه عليه السلام. طبعا الجبل هون جبل قاسيون اهتز للفعل أنه كيف تقتل أخوك. الجبل كله في جبل قاسيون اهتز، بده يقتل قاتل قابيل، ولكن غضب لنفسه، يعني لنفسه الذاتية. ثم كما يقال الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبرائيل عليه السلام في صفة البشر وأتى ورفع الجبل في كف يده. الجبل كان ينقض على قابيل، سيدنا قابيل. صحيح. ثم سيدنا الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبرائيل عليه السلام ورفع الجبل كي لا يكون الصخر انتقم لنفسه. طب نتنقل نشوف شهقة الجبل مع بعض؟ إن شاء الله. تفضل. طبعا. طيب اوصف لي بقى الوصف هنا. طبعا هي المغارة لما قابيل قتل أخوه هابيل عليه السلام الجبل شهق. طبعا آثار فم الجبل حتى الآن موجودة. طبعا هذا لسان، وهي في الداخل الحلق، وهي على يمين هو الأضراس. الأضراس الضرس. ضرس. طبعا. أما هذول فكين، الفك. يعني هذا كله يمثل فم الجبل. يعني يوم القيامة يشهد هذا الجبل ويتكلم أنه قابيل قتل هابيل عليه السلام في هذا المكان. طبعا الجبل إلى الآن حزين على مقتل سيدنا هابيل عليه السلام، وآثار الدمع إلى الآن خالدة. مثل ما نشوف هون الدمع على مقتل سيدنا هابيل عليه السلام إلى يوم القيامة على كف سيدنا جبريل عليه السلام. الحتة دي اللي بكت ساعة ما قتل هابيل هابيل، عفوا، بعد ما قتل قابيل هابيل عليه السلام. طب قول لي بقى الرسم ده ايه؟ هذا عبارة عن كف سيدنا جبريل عليه السلام. الجبل ده هذا الكف. الجبل عندما غضب لمقتل سيدنا هابيل عليه السلام انهار، يعني يريد أن يقتل القاتل قابيل، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد هالشيء يحصل هون، إنه الصخر ينتقم لنفسه. لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبرائيل عليه السلام بصفة بشر إلى هون وفعل هيك، يعني هكذا. سيدنا جبريل حط إيديه هنا عشان يمنع الجبل إن يقع على القاتل قابيل، كي يكون عقاب القاتل قابيل عند الله سبحانه وتعالى. طب أنا سمعت إن في كلمة الله برضو مكتوبة هنا. صحيح. فين؟ هون بالمكان هون كلمة الله، لفظ الجلالة، يعني علام كلمة الله هون في المكان. كانت هذه قصة جبل، وسيظل يتناقلها العديد من السوريين، وسيظل العلم عند الله. أول جريمة قتل عرفها التاريخ، وكان الجبل الشاهد الوحيد، فشهق وتعجب لها. معالم دينية حفرت تعاكس المكان لتكون قدوة لنا،
ولكن بفارق بسيط. فوسط هذا التطور الهائل الذي نعيشه الآن لم تعد بعض الأمور والأفعال تثير دهشة الجبال. من دمشق